الاهلي ده بامر من اداره النادي الاهلي ما ينفعش، ما يصحش، ما يجيش من اداره النادي الاهلي نهائي. وده هيكون سبب ربنا يستر في حاجه وحشه النهارده. انا ما اتمناش ان ده يحصل، ما اتمناش ان ده يحصل، ولكن اللي حصل من اداره النادي الاهلي النهارده يعني مش عارف هو لو هم لو اغبياء وقاصدينها مش هيعملوا كده. لو هم اغبياء وقاصدين ان هم يكرهوا الجماهير فيهم والله ما يعملوها بالدقه دي وبالطريقه دي. يعني ناس دافعه دم قلبها وناس صرفوا اكتر من 200 الف جنيه عشان خاطر تعمل دخله كويسه وتعمل بروفه كويسه لكاس العالم، وانت تيجي بكل بساطه كده وحضرتك قاعد في التكييف والناس مرميه بره الاستاد بالبنرات والحاجات العاديه جدا اللي السعوديه على فكره بتسمح بيها. اللي المشجعين في السعوديه، الجماهير في السعوديه بيدخلوا بيها عادي جدا. تيجي انت وانت قاعد في التكييف وانت برنس تمنع، تقول ممنوع؟ طب والفلوس اللي اتصرفت دي والناس اللي تعبانه في الحاجات دي والجماهير، يا جدع يا جدع النادي ده ملك الجماهير مش ملك لاي حد. بعد الماتش ان شاء الله، عشان مش عارف اتكلم والماتش شغال، بعد الماتش لنا كلام تاني.